لو عايزة تعملي دبوس طرحة بالحلاوة دي والقمر ده، تابع معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش يا حلوين تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان اي فيديو بنزله جديد يوصل لكم على طول وتشوفوا. ويلا بينا عشان ما اطولش عليكم يا حلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ واهلا بيكم من جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض دبوس بالنظام ده كده. ده سواء دايرة او سواء بنعمله قلب، ده طبعا على حسب اختياراتكم، وممكن تعملي اي شكل انتوا عايزينه من دبابيس القمر دي. اول حاجة انا هحتاج طبعا الورق ده بيجي بالمتر، او طبعا على حسب المكان اللي انتوا بتجيبوا منه. تمام، بيجي بقى متر ونص متر على حسب ما انتوا عايزين. انا هنا احط حتة رزقاية ب7000، سواء ب7000 ب8000 على الموجود عندكم بتعملوا بيه. تمام يا امارات. احط بقى حتة لزقاية هنا. تمام، احتاج طبعا ده بيجي بالمتر كمان، ده كده بيجي بالمتر، ونثبت حوالين الخرزايه. في بقى كذا شكل انتوا عايزينه، طبعا ممكن تنفذوا بيه الموديل ده اهوت. اثبت كويس جدا، وبعدين اهوت زي ما انتوا شايفين. انا بقى ايه، هلف كده برضو اهوت، بس هلزق بقى بالبي 7000 ده، او ممكن بالصاروخ طبعا المتاح عندكم اهوت كده. انا هاخد بقى الكميه دي كده كده اهيت، بما ان الكميه نزلت كده فانا بقى ايه همشيها كده عليه. هي متاحه معايا، هتشوفوا دلوقتي وانا بلف. تمام، واحده واحده كده علشان محدش يتلخبط، وتلفوه زي ما انا بلف كده بالراحه خالص، علشان محدش فيكم بيتلخبط. المبتدئين يركزوا معايا. تمام يا امارات. انا بقى الدبوس كده اهوت هلف. طبعا ممكن تحطوا فصوص، هوريها لكم طبعا في اخر الفيديو زي ما انا عامله في الدبوس التاني. طبعا الحاجات، طبعا الاشكال على حسب ما انتوا عايزين، ممكن تعملي كذا شكل انتوا عايزينه، ده طبعا بيرجع ليكم. تمام، بفضل الف طبعا لحد ما اخلص كميه. انا حاطه طبعا لزق يكفيني لحد ما اخلص اللفه دي كلها. تمام تمام يا امارات اهوت. شايفين كده اهوت. فاحنا بقى بنظبط اللي ايه، اي حاجه مش معدوله معانا فاحنا بنظبطها. تمام، انا هاجي عند النهايه هنا هحتاج برضو حته لزقايه. تمام اهيت، وهي واقعه بظروفها هنحطها كده زي ما انتم شايفين. ده هيطلع معانا منظره تحفه. ممكن اكمل كمان حته، بما ان انا عندي حته كمان زياده ممكن احطها، عشان ايه ابقى كده خلصت طبعا الحته كميه اللي عندي. تمام، وزي ما قلت لكم الحجم بتاع الدبوس ده بيرجع ليكم. تمام يا امارات، على حسب ما انتوا عايزين طبعا. اهوت. هو اللزق على فكره هو بيلزق كويس جدا، بس بالراحه عليه واحده واحده وهيلزق معاكم. برضو اهو عشان اثبت كويس لحد ايه اهوت. بس هو اللزق ده بيبقى عايز طبعا شويه صبر مش اكتر. بس خلاص كده اهوت، احنا بقى خلاص خلصنا الحجم بتاعه. تمام اهو. التكفيله بس النهايه ديت انا عايزه اداريها شويه، هعملها كده عشان مش عايزاها تكون باينه. تمام كده، هسيبها تنشف شويه
تمام. انا بقى مش هحتاج الدبوس الصغير ده، مش هنحتاج الدبوس الصغير ده، ولازم نقفل بقى ده عشان ايه، حرام نسيبه كده. تمام يا امارات. وبعدين الدبوس ده هيكون صغير، هجيب واحد كبير شويه، هسيب دي تلزق تنشف شويه ولحد ما اجيب ايه دبوس. تمام. شايفين المقاس ده من المقاس ده الفرق اهوت. طبعا انت بقى بتجيبي المقاس اللي انت عايزاه. تمام. ان شاء الله هوريكم برضو افكار جميله من دبابيس الطرحه، سواء طبعا ممكن نعملها بالستان او ممكن نعملها باشكال تانية زي ما احنا عايزين. احنا النهارده عملنا الشكل اللي هو دايره اهوت طبعا بالفصوص ديت. طبعا احنا لسه مخلصناش كده. تمام. احنا هنا لسه هنا ده كده ده الدايره، بس انا كنت هنا حطيت الفصوص اللي هي كسر الماظ اللي انتوا شايفينها ديت اهي زي ما انتوا شايفين كده. فاحنا بقى انا كنت عامله دي قلب كده برضو نفس الكلام، عملت ده قلب. قلت بقى ايه نغير في الاشكال اهوت، ونفس الكلام حاجات جميله جدا وشكلها شيك. الدبابيس الطرحه دي شكلها تحفه على فكره. ممكن تعملها طبعا لنفسك، ممكن تعملها طبعا كمشروع، تعملها زي ما انتوا عايزين. تمام. هنا انا بستنى لما ده يلزق وبعدين بقص طبعا الحروف كده، وبقى هتشوفوا بقى ايه النظام ماشي ازاي. اهم حاجه تتابعوا معايا الفيديو وتعملوا بقى لايك واشتراك علشان غيركم طبعا يشوف الطريقه. وما تنسوش بقى تفعلوا زر الجرس علشان اي حاجه بنزلها جديده توصل لكم على طول وتشوفوها. تمام. بعد كده بقى انا هعمل ايه، هقص كده زي ما انتم شايفين. انا طبعا بعد طبعا ما طبعا ينشف معايا اللزق وينشف معايا كل حاجه كده، وبعدين بقى ببتدي اقص كده اهي على الاخر، وبعدين بالولاعه وبعمل الحروف اللي انتوا شايفينها ديت بشيطها بالولاعه. تمام. بشيط دي كده بالولاعه، هشيط ده كله كده بالولاعه ونشوف كده عشان بس المروحه طبعا عامله معايا فايه فضربه بقى في الشغل وكده. بس هي كده نشفت وكده بقى هنعمل بالولاعه لحد ما اثبتها. انا كده بصوا شيطت كده ايه الدبوس من حوافيه كده، شيطته كده بالايه عشان اداري طبعا الحاجات الحوافي اللي طالعه كده معايا اهوت. الدبوس ركبت طبعا، حطيت حته شمعيه كده، حته بي 7000 ولزقت من هنا كده لحد النهايه. هو كده نشف معايا. تمام. كده نشف وخلاص خلص معايا. ده المقاس الكبير اهوت، ده كده مقاسه كبير. فانتوا بقى ايه، انا عملت واحد قبل كده كان مقاسه اصغر من التاني. فزي ما انتوا شايفين كده المقاسات طبعا بترجع لكم. منظرها جميل جدا الدبابيس دي، زي نظام البروش. ممكن تحطيه طبعا في فستان، في اي حاجه انت عايزاها، بتدي معاك منظر حلو جدا جدا كزي توكه. منظرها جميل خالص. طبعا ممكن تزيني بقى اي حاجه انت عايزاها، سواء في هدوم الاطفال او طبعا في هدومك انت ذات نفسك. زي ما انتم شايفين انا حطيت هنا الفرق بين هنا وبين هنا. هنا حبايه لولي نص طبعا حبايه. هنا كسر الماس، هوريكم طبعا الكسر الماس ده عامل ازاي. في انواع منه كتير طبعا، فانا هوريكم منه الكبير والصغير. ده هنا منه الكسر الالماظ اللي انا اشتغلت بيه، ده كده المقاس الكبير وده المقاس الصغير. تمام. ده بيجي بالكيس بقى او بيجي بالوحده على حسب المنطقه اللي انت فيها. ده اللي انا اشتغلته في الدبوس اللي انا عملته معاكم. ده نص حبايه اهيت عشان بس يكون واضحه لكم. ده اللي انا اشتغلته معاكم طبعا في الدبوس اللي انا عملته ده اهوت. والتاني طبعا اهو برضو نفس الكلام اللي انا عملته في طبعا في الدبوس ده اهو زي ما انتم شايفين. انا اشتغلت ده مع الدبوس ده اهي، اشتغلت الكسر الالماظ مع الدبوس ده، واشتغلت نص الحبايه ده مع الدبوس ده اهي بالنظام اللي انتوا شايفينه ده كده اهوت. الطريقه سهله جدا جدا وبسيطه.
اهم حاجه يا حلوين لو عجبتكم الطريقه بقى، ما تنسوش تعملوا له لايك للفيديو واشتراك للقناه، علشان طبعا اي فيديو بنزله يوصل لكم على طول وتشوفوه. وزي ما قلت لكم انا طبعا بعد ما نشف في الشغل اللي انا عاملاه ده في الدبوس ده، انا حطيت طبعا شيطت بالولاعه الحاجات اللي طالعه زياده عشان يطلع معايا بالقمر ده زي ما انتم شايفين. وبعدين ركبت الدبوس برضو وسبته لما نشف برضو، وبعدين بقى اهو دي النتيجة زي ما انتم شايفين كده. ما تنسوش بقى يا حلوين تعملوا لايك واشتراك عشان طبعا اي حاجة بنزلها جديدة توصل لكم على طول وبتشوفوها. وباي باي.